حلمنا الجديد عنوانه جنرال شيلد، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا دمياط الجديدة. تحية كبيرة لأصحاب الحلم. السلام عليكم جميعا، أنا حنين صيام من تيم مشروع جنرال شيلد وعندي 21 سنة. الأسك بتاعنا إن شاء الله هيكون 1.5 مليون. في البداية أنا هتكلم عن واحد من أهم الكومبوننتس في مجال الإلكترونيكس وهو الأردوينو، واللي بيعتمد عليه طلبة هندسة وحاسبات بشكل كبير جدا في مشاريعهم، علشان هو المين برين في المشروع اللي بيربط لي السوفت وير بالهاردوير. وبنستخدم بقى معاه الشيلدز اللي هي عباره عن اكستنشن بيتثبت على الاردوينو بالشكل ده علشان يقدم لي فانكشن واحده بس. ولكن للاسف من هنا بدات اغلب المشاكل، ان انا بيبقى عندي حوالي من 20 ل 30% عباره عن تكاليف مهدره من اجمالي تكلفه المشروع، بسبب ان الشيلد لما بتتثبت على الاردوينو فهي بتلغي لي كل المنافذ، فبضطر ان انا استعين ببرودكت زياده. ده بيزيد لي مساحه المشروع بشكل كبير، كمان تكلفه المشروع بتزيد بشكل ملحوظ. ولو استخدمت الطرق التقليديه فانا بستخدم اسلاك كتير ما بيطلعليش accurate result خالص، وده برضه بيأثر على النتائج اللي أنا بشتغل بيها. ومن هنا إحنا بدأنا نشتغل على الديزاين الخاص بينا للشيلد، وهي الجنرال شيلد. البرودكت بتاعنا بتميز إن إحنا بنجمع فيه بأهم الفانكشنز الموجودة في الشيلدز الموجودة في السوق، وفي نفس الوقت بنحل المشكلة اللي موجودة فيهم كلهم، وهي الامتدادات بتاعة الأردوينو. إحنا بنوفر امتداد على الأردوينو بحيث إن أنا بثبت الشيلد، وفي نفس الوقت بيكون عندي كل منافذ الأردوينو متاحة إن أنا أشتغل بيها. الحاجة التانية اللي تميزنا برضو عن البرودكتس الموجودة في السوق هو إن إحنا جمعنا المين فانكشنز اللي إحنا بنحتاجها في المشاريع في برودكتس واحد عندنا، وده اللي فرق معانا. التكلفة بتاعة البرودكت بتاعتنا كويسة جدا بالنسبة للخدمة اللي بتقدمها، حجمها صغير، وكمان زي ما سهلنا الهاردوير إحنا سهلنا السوفت وير. عملنا مكتبة أكواد جاهزة وأوريدي أخدنا الاعتماد عليها من شركة أردوينو، نزل رسميا على برنامج الأردوينو IDE. البرودكت بتاعنا نزل على مرحلتين. الفيز 1 نزلنا ب5 قطع كتست، واخدنا الفيدباك من الكاستمرز بتوعنا علشان نقدر نحسن النيو فيرجن قدام حضراتكم تقدروا تشوفوها. بعد كده النيو فيرجن اشتغلنا عليها ولسه لحد دلوقتي بنتابع الفيدباك مع الكاستمرز بتوعنا. عاملين كمان داتا شيت اللي هي البروبوزل اللي مع حضراتكم علشان سهل التوصيل بتاع المشروع. الماركت سايز بتاعنا او الاستهداف الاكبر عندنا هم طلبه المشاريع في مجال الالكترونكس، لان احنا اكتر فئه بتعاني تقريبا من المشكله دي، وبنواجه بيها هدر كبير في الوقت وفي الفلوس. المنافسين بتوعنا هم غير مباشرين وكلهم جلوبالي. احنا المنتج المصري المحلي الوحيد لحد النهارده اللي بيقدم خدمه زي كده. كمان احنا بنتميز عنهم ان احنا عندنا حل المشاكل الموجوده عندهم كلهم اللي هي امتداد الاردوينو، وكمان ان احنا عندنا مالتي فانكشن في بورد واحده بس. الاسك بتاعنا 1.5 مليون. احنا البرودكت بتاعنا كوست ريدكشن، محتاجين نزيد الانتاج عشان نقلل تكاليف التصنيع. هنخصص 60% ان شاء الله للتصنيع والتغليف، 20% ماركتنج عشان نعمل ريز الاويرنس بتاعنا في السوق ونقدر نثبت وجودنا ان شاء الله. 10% هتكون R&D للقادم ان شاء الله، و10% هتكون لكل التكاليف الاخرى اللي احنا ممكن نحتاجها في مجال الالكترونكس. واتمنى ان شاء الله ان تكون البرزنتيشن خفيفه يعني. وهنا الكونتاكت بتاعتنا. شكرا جدا على هو الموضوع ايه متداخل دلوقتي، بس هو الموضوع باعتبار انه سوقه اكتر في الجامعات، فهنبتدي فريده لانه انت بالنسبه لهم العميل. ممكن استاذن اكتر بس واحد اللي هو يتفضل معايا يا ريت تتفضلي. وفريق انضم. فين بقيه الفريق؟ بعد كده بعد فريده ميرنا السوفت وير ده الموضوع، والهاردوير موضوعها. بعد كده ندخل البيزنس موديل عند طارق. انا عندي اسئله في الماركت كتير. طبعا في الجامعة البريطانية عندنا 12,000 طالب، فده السوق ليكم مفتوح. لو تحبوا تيجوا تعملوا برزنتيشن تعرضوا علينا، ويعني ده أول عميل كبير ليكم في القاهرة إن شاء الله. ميرنا، انتوا بتجيبوا رو ماتيريال منين؟ يعني هل الرو ماتيريال موجودة هنا؟ في حاجات محتاجين تستوردوها ولا لا؟ لا، احنا بنشتغل اوريدي ببرودكتس موجودة هنا، والتصنيع أصلا كله بيتم داخل مصر الحمد لله. ما عرفناش السعر كان كام بتاع البيع. السعر كان متغير لان كان على مدار السنه، احنا كنا بادئين بنبيعها بحوالي 300 لحد ما وصلت ل 350 بتغير سعر السوق. تمام. طبعا ده من فتره طويله الاسعار زادت وبتزيد اصلا بشكل من حوالي 30%، تكلفه السوق بتزيد تقريبا يعني، فده بيتاثر معانا. فاحنا اذا قدرنا ان احنا نزود يعني نعمل ماس برودكشن وننتج بكميات اكبر، احنا نقدر نعمل كنترول جدا للسعر بتاعها في السوق. تعليق اخير مع الوزير وبعد كده هندخل على ان ولا اوت. لا، هو الحقيقه الالكترونكس دلوقتي والديجيتال ماركتنج يعني الحقيقه، والشباب بتاع الجامعات او الشباب بصفه عامه دلوقتي، احنا قد ايه المصريين دلوقتي بقوا الحقيقه ممتازين في الماركت ده. بحييكم طبعا على انكم بتجمعوا اكتر من فانكشن في منتج واحد. زي ما ذكر كل الزملاء اللي سبقوني في التعليق، احنا التارجت جروب بتاعك محتاج يتوسع. موضوع ان انا بس اطلع منتج
او ابتكر حاجه وبعدين هي دي اماركت وابيعها وابقى كده عملت اللي عليا. لا، انا بشكركم على انكم ابتديتوا تفكروا في السستينابيلتي والاستمراريه والتطوير المستمر مع المنافسين اللي موجود سواء على السوق المحلي او الدولي يعني. لحظه بقى ان ولا اوت وقرار الفند طارق. وكل مره طارق في الاول في وش المدفع كل مره. شلبي خلاص اهو. طب ممكن اسال سؤال؟ انا ما سالتش سؤال، ممكن اسال سؤال عشان اقرر بس. يعني انا عشان الموضوع بعيد عني قوي فانا مش فاهمه قوي، بس عايز اعرف حاجه، انت ليه قصراه على الطلبه؟ يعني هل مالوش فرصه في مجالات العمل مع الشركات والمصانع والانتاج؟ هو في مجال الالكترونكس عامه، ولكن الشريحه اللي احنا نقدر نوصل ليها مبدئيا بالنسبه لنا احنا كطلبه، يعني بما ان احنا بدانا كبي تو سي، تمام، فكان الطلبه استهدافنا يعني الاول. ده مرحله اولى، فانت لازم تقولي في البرزنتيشن بتاعك ان ده مرحله اولى. مرحله تانية هنقدر نتوسع ونخاطب سوق العمل بالكامل. فطالما الموضوع كبير عايزين نستفيد منه ونوصله للاخر. مرحله اولى بقى ان ولا اوت؟ ام ان 300,000. فريد. أنا إن برضو 200,000 والجامعة بريطانية معاكم ب 12,000 طالب إن شاء الله. نرنا. فكره هايله، فام ان طبعا ب 400,000. طارق. احنا وصلنا 900,000. انا اللي بعد بقى 900,000. انا بس ليا رجاء، وصلنا يعني اول ما 900. تتوسعوا في الانتاج والتكلفه تقل عايزين نبيع ارخص من المستورد عشان احنا عايزين نساعد الطلبه. اكيد طبعا. ونصدر يعني. فبالتالي دي حاجات تكون مهمه على الاولويات. انا ان ب 100,000 جنيه وربنا معاكم بقينا مشروع مليون. جميل. الاسك كان 1.5. هي كان 1.5 وانا دايما الحقيقه اللي عايز اقول حاجه، العرض طبعا اللي جاي من فريده هانم بخصوص ان فعلا انها ترعى المبادره دي مع الجامعه البريطانيه مع الطلبه مع تبقى حاضنات لمشروع بتاعكم. انا شايف ان برضو ده الحقيقه اوفر كويس قوي. احنا من ناحيتنا برضو كوزاره وكصندوق لرعايه الابتكارات الجميله اللي انا شايفها، احنا بنكمل اب تو التارجت المبلغ اللي انتوا عايزينه. توفيق. بس مقابل شير، لانه فوق المليون بيبقى في شيء، يعني بيبقى في مشاركه. لازم يا فندم موافقين؟ لازم اخد موافقتهم والكاميرا يا فندم. فوق المليون في مشاركه من الصندوق. موافقين؟ ان شاء الله. مش محتاجين تراجعوا زمايلكم؟ احنا التيم. انتوا التيم؟ تمام موافقين؟ يلا الف مبروك. ألف مبروك. معهد الهندسة والتكنولوجيا في دمياط الجديدة، 1,500,000 جنيه دعم من جينزي.